ما هو اذا عرف السبب بطل العجب، وانا هنا جاي اقول لك السبب اللي هيبطل العجب تجاه الناس اللي مستغربه ومستعجبه ليه رد الفعل الليبيين تجاه المصريين بالشكل الكبير ده. باختصار شديد، سياسه مصر الشريفه. طب ايه هي سياسه مصر الشريفه دي ومقارنتها مع سياسات بعض الدول الاخرى تجاه اخواتنا العرب برضو؟ وللاسف كلنا اخوات في قلب بعض، ولكن مصر بتنفرد بالسياسه الشريفه. صلى على النبي واعمل متابعه، ومهم جدا انك توصل الفيديو ده لاكبر عدد لايك، ولو مش تابعنا ريت تابعنا وتعالى اقول لك ايه المفيد. باختصار يا عزيزي، سياسه مصر الشريفه دي تمكن في ازمه ليبيا. طيب لو جينا بصينا على ازمه ليبيا ما بعد الثوره واللي حصل لهم من اضطرابات كبيره جدا عندهم، وكلنا عارفين ايه اللي حصل في رئيس القذافي، وخلاص من بعدها ليبيا بدا يحصل اضطرابات كبيره جدا، وبدا الارهاب يخش عندها، وبدا يحصل يعني حاجات كتيره كلنا شاهدناها خلال الفتره اللي فاتت. وده خلى ليبيا مطمع لكل الناس، مطمع لجهات تانية، ومطمع ايضا لبعض الدول العربيه اللي بدات تخش يعني بطريقه غير مباشره علشان تاخد خير ليبيا. واحنا كلنا عارفين ان ليبيا عايمه على بحر بترول. فهنا بقى تيجي دور مصر. هل مصر بعد ما قويت وبعد ما وقفت على رجليها، وطبعا عارفين جيشنا وقوته، نقدر ان احنا نخش ليبيا ونقدر ان احنا نستحوذ على النفط بحجج كتيره جدا؟ اخرها كان اللي حصل من الارهاب هناك تجاه المصريين اللي كانوا موجودين. بالرغم من كده مصر لما دخلت تعمل يعني عمليه عسكريه استأذنت القياده الليبيه وحددت اهدافها وعملت العمليه وخرجت تاني على طول، وما خدناش الموضوع ده حجه ولا مبرر ان احنا نخش ليبيا. بالرغم من انك انت هنا في مصر محتاج النفط بشكل ضروري جدا، ولكن انت ما بتاخدش حاجه مش ملكك. ودي السياسه الشريفه، السياسه الشريفه اللي حصلت برضو مع السودان. بالرغم من التوترات والاجواء اللي حصلت هناك في السودان ومناجم الذهب اللي عند السودان اللي ممكن انت تخش باي طريقه ما وتاخد الموضوع دوت، ولكن برضو مصر ما بتبصش لغيرها. بالعكس، لما حصل في ليبيا مشكله جبنا القيادات الليبيه وقعدناهم وقلنا لهم يا جماعه احنا معاكم واحنا بندعمكم ومصر في ظهركم، واي طلب تطلبوه ايا كان حتى ولو عسكري هنخش نعمله وهنخرج بامر منكم. وده الكلام اللي قاله الرئيس السيسي في وقت من الاوقات. ولما حصل مشكله الاعصار عندهم والمشاكل اللي حصلت دي، مصر كانت اول ايد تتمد لليبيا وتساعدها. وهكذا في السودان برضو من مساعدات عسكريه ولوجستيه وحاجات تانية كتيره. وده اللي افتكروا الليبيين كويس، عشان مصر لما تقع في مشكله وتطلب من اخواتنا الليبيين النفط يدوها لنا، لا وكمان بالحفاوه والترحاب الكبير ده. وهنا بقى لو جيت تبص على بعض الدول الغنيه اللي عندها فلوس وعندها نفط وعندها حاجات كتيره جدا، بالرغم من كده الا ان كان ليها ايادي سواء في السودان او حتى في ليبيا عشان تستحوذ على جزء من الخير اللي عند الناس دي. وايضا لو بصيت عند اليمن هتلاقي برضو في بعض الدول برضو ليها ايادي عشان خاطر تخش وتاخد جزء من الحاجات دي. ولكن انت في النهايه سياستك شريفه عفيفه، ما بتبصش لايد غيرك، بتحمي نفسك. لما وقفت وقلت ان ليبيا او الجزء بتاع ليبيا خط احمر ومحدش يعديه كان، وايضا لما قلت في السودان برضو كان، وقوفك جنب اي دوله عربيه ده من شيم الكبار. ولكن في النهايه انا مش طمعان في اللي عندك، انا طمعان في استقرارك، عشان استقرارك ده هيعود عليا باستقرار اكيد. فهنا منفعه متبادله بدون ضرر ليك، وده اللي بيحصل فعلا من مصر. فاذا السياسه الشريفه بتاعه مصر هي اللي موصلاك لحد كده. صحيح انت عندك اضطرابات كتيره، صحيح انت محتاج لبص لاي حاجه وكل حاجه، ولكن في النهايه عايشها بشرف. فمصر دايما ده حالها باستمرار، والحمد لله على نعمه الامن والاستقرار. وبرضه ما ننساش ان في يوم من الايام كانت مصر ضعيفه وكان فيها مشاكل واضطرابات كتيره، وبعض الدول العربيه زي الامارات والسعوديه وغيرها وقفوا معاك بشكل جامد جدا. فاحنا اكيد برضه بنرد لهم الجميل لما بيحتاجوا مننا الرد. ففي النهايه احنا ما بننكرش جميل حد، وفي نفس الوقت الحمد لله ما حدش بينكر جميل مصر. لكن في النهايه الرساله اللي عايز اقولها، ما تخليش الاشرار تخش في النص وتبوظ العلاقات دي مع الاخوه وبعضها. مش كده ولا ايه؟ في النهايه يا عزيزي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير مهم جدا، توصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. ولو مش تابعنا يا ريت تتابعنا على الصفحه، مهم جدا. لو مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.